انسي البسبوسة اللي انتي قاعدة تسويها بالبيت، انسيها. شوفوا دي. يا رب يجعلها ستر وسلام ولا علينا ولا حياة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. يا رب يوسع علينا يا رب بحي الأيام المفترجة، يا رب يرضينا ويرضينا ويرضى عنا يا رب، اللهم امين. انا وانتم وكل من قال امين. شوفوا يا جماعه النهارده المطر طول النهار كده، وقت اذان المغرب مطر شديد، وطول اليوم عندنا مطر كده. ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب يدوم علينا نعمه وستر ورضا وسعاده وراحه بال وامن وامان، ويا رب يعيننا على الشهر الصيام ويعيننا على الصيام والقيام يا رب، اللهم امين. يا رب يا رب يجعلنا كده يا الله. صدقوا المطر ده يعني بيخلي واحد في مود تاني خالص. يا رب يرضينا ويرضينا ويرضى عنا، يا رب يرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب. أجواء المطر ما شاء الله عليها. يا رب يرحم ماما يا رب ويغفر لها، ويرحم بابا ويغفر له، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، أمي وأبويا وجميع الأموات يا رب. كل حد عنده حد متوفي ولا قلبه اتوجع عليه، على حد توفى عنده قلبه اتوجع قوي عليه أو فارق حد، يا رب كده يرطب على قلبنا وقلبكم ويجبرنا، يا رب يكبر قلبنا ويكبر كسرنا. والله العظيم يا جماعة بصوا خلاص، يعني انتوا عارفين بعد يومين عيد الأم. هو أصلا كل يوم الأم دي أهم حاجة في الحياة، ولكن بعد يومين خلاص مفيش، بعد بكرة عيد الأم 21. بجد يا جماعة اللي أمه عايشة معاه، بصوا انتوا ما خسرتوش حاجة، انتوا الجنة والدنيا والعالم كله معاكم وفي حضنكم وتحت رجليكم. احنا اللي بنخسر، اللي خسر بس اللي امه توفت وخسر كل حاجه، خسر كل حاجه. مهما الدنيا تقولي بتضحكي لك، مهما تقولي مبسوطه، مهما لا 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 لا، امك اتوفت خلاص، خلاص خلاص. الحضن الحنين راح، مفيش بقى غير هو ربنا. احلى حضن واجمل حضن، واكيد ربنا هو احسن حد. اكيد اكيد ربنا هو اللي هيكبرنا. بحبكم كتير، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. ما لقيتش مقدمه احلى من المقدمه دي ان احنا نتكلم فيها وندردش فيها مع بعض. جمال الجو والمطر ده الرهيب. تخيلوا بقى النهارده الجو ده يا الله. طيب يلا حبايبي بينا على الفيديو بتاعنا الجميل. هنعمل مع بعض النهارده احلى شيش برك بالحياه. خطير يا جماعه، رهيب، انا بعشقه جدا جدا جدا. وما ينفعش رمضان بصراحه يعدي كده من غير ما نعمله مرتين ثلاثه كده، ده ما كانش يعني اكتر كمان. الشيش برك انا مفرزاه معاكم بالفريزر قبل ما احطه، فانا ده بيسهل عليا ان انا اقف اعمله على طول. هحط لكم في الديسكريبشن طريقته بالظبط، ولكن هوصف لكم طريقه اللي هي الخطوه الاولى دي. الخطوه دي عباره عن عجين، ميه وطحين. تحط طحين في بوله 3 كوبايات 4 كوبايات على حسب انت عايزه تفرزي الكميه قد ايه، وتحطي عليهم رشه ملح بس، وتقلبيهم وتفضلي تحطي ميه شويه شويه لغايه ما تشكل معاكي عجينه فملهاش مقدار. وبعد كده تحطي في بوله لحمه مفرومه ونيه وعليها شويه دهنه بتديها طعم، وتحطي معاها بصلايه مبشوره وفلفل اسود وقرفه وبهارات لحم وملح، وبتبداي تفردي العجينه دي وتعمليهم ايه، تحشي كل كوره دايره كده وتحشيها، او في قطاعه الشيش برك، تمام. بس كده، وتبداي تحشيها وتشيليهم على طبق كده وتخليها في الفريزر يتجمد. بعد كده تلميهم في كيس كده. طب هنيجي بقى ان احنا نسويها بقى دلوقتي ازاي. هتحطيها على صاجه وتدخليها الفرن تتشوي شويه، تتشمع يعني.
وهنيجي وهي اثناء ما في الفرن كده اتشمعت خلاص، هنيجي نحط في الخلاط. تحطي كيلو حليب، كيلو قصدي لبن اللي هو الروب، وعليه كوبايتين من الميه، ومعاها شويه من الكريمه او الجيمر. وفي ناس بتحط بيض. بصوا بقول لكم، بصوا الاجواء من كل النهارده مطر ما شاء الله عليه، اللهم بارك، يشرح القلب كده المطر. تمام. انا كده هخلط الروب مع كوبايه، ادي نص كوبايه وكوبايه ميه على الكيلو من اللبن، وعليهم شويه كريمه او جيمر. دول مش اساسي ولكن بيدوا طعم حلو. واللي بيخاف انها ما تربطش يقدر يحط بيضه، بس انا ما بحبش احط بيضه. ممكن تحطي معلقه نشا. طيب هتيجي كده في جدر، هتحطي معلقتين 3 كده من السمنه او زيت الزيتون، وهبدا ان انا احط عليهم كزبره متقطعه ناعم خضراء، و 3 4 5 فصوص توم كده مفرومين برضو متقطعين ناعم. هحمرهم، اديهم تحميره بسيطه، وبعد كده هبدا ان انا اشيلهم. وهتشوفوا دلوقتي معايا، بس ابص على ايوه اتشوت خلاص. هطفي عليه بالنار ونجهزهم بقى. ما شاء الله، ما شاء الله. احمدك واشكر فضلك يا رب على نعمك علينا يا رب. اشكرك يا رب على نعمك علينا. دم علينا نعم يا رب، اللهم امين يا رب. انا وكل من قال امين يا رب. وسع رزقه وارضيه وراضيه وارضى عنه. طيب شلنا كده الكزبره والتومه بعد ما اتحمرت، وفي نفس الطاسه او في نفس الجدر اللي حمرناها هنزل اللبن اللي احنا ضربناه بالخلاط. ما شاء الله عليه. طبعا ظبطي ملحه، اي نكهه عايزه تضيفيها ضيفيها، المنكه اللي عايزه تضيفيه ضيفيه. تمام. عايزه تكتفي بنكهه الكزبره ونكهه الثوم، تمام. حطيت بس شويه كريمه، شوفوا ما شاء الله عليها، لا بتفرط معاكي ولا حاجه. هبدا ان انا اخد الشيش برك اللي شويناه بالفرن واقلب، وشوفوا الجمال ما شاء الله عليها. اغطي عليها شويه. بصوا بقى خلاص استوت وجاهزه للتقديم. تقدميها في الاطباق مع صنوبر او للصنوبري، بس اخر حاجه تحطي شويه الكزبره اللي شلناهم بالطبق. طيب طريقه تقديم الطبخه، يا تقدميها مع رز بالشعريه، او تقدميها بس بالصحن كده تاكل بالقفشه. تمام، على كيفك. هنغرف كده طبق معاكم، غرف طبق معاكم ما شاء الله عليها، رهيبه رهيبه رهيبه. واخر حاجه احط الصنوبر شنو والخضره بس كده. طيب هعمل معاكم دلوقتي الحلوى ايه. هعمل معاكم كرات البسبوسه الخطيره اللي لازم تجربوها يا جماعه، ضروري تجربوها. عندي كوبايه من السميد، معاها نص كوبايه بس من الطحين. كوبايه من السميد، نص كوبايه من الطحين، معلقه ممسوحه صغيره جدا بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السمنه او الزبده، ومعلقتين كبار من الروب. تمام. دي كده المقادير مظبوطه. ممكن تحطي ذره ملح. معلقتين، انا حطيت زبده لاربك، ده نص قالب، قولي معلقتين كبار، ومعلقتين من الروب. هي دي كده مقاديرها، بسيطه جدا. ومعلقه واحده من السكر. وهبدا اني انا اجمعهم. مجرد ما هتقلبيهم هتتجمع معاكم بلحظه. انا بحاول اعمل معاكم حلويات سهله وبسيطه، لو انت موظفه، لو انت عايزه تعملي حلوى سريع وفي نفس الوقت مميز، وتبقي يعني يكون فعلا سوبر حلا رهيب وتتميزي فيه، اعملي الحاجات البسيطه اللي بعملها دي. واتمنى تكونوا جربتوا امبارح اللي هي بلح الشام او اصابع زينب. جربوها، خطيره خطيره. احنا اعتمدناها خلاص يا جماعه، اعتمدناها. شوفوا ما شاء الله. طبعا كل ما تعوزي تكتري الكميه انت تضيفي الكميه اكتر. تخلطيها كده بثواني وانت واقفه، مش هتاخد منك لحظه. بعد كده هتجيبي جبن كيري مربعات او اي نوع جبن انت بتستعمليه، وهتاخدي قطعه من الخليط ده وتفرديها وتحطي نصها. بصوا منظر العجينه ما شاء الله جميله. اكتبوا لي يا جماعه رايكم، ايه رايكم في الوصفات البسيطه السريعه دي. بتاخدي قطعه صغيره على حسب الحجم انت عايزه قد ايه. شوفوا بتتشكل معاكي بشكل جميل، ولا بتشقق ولا اي حاجه، ما تخافوش مادام حاطه المقادير مظبوطه. تمام. هتاخدي الجبنه الكيري الواحده على 4، يعني الواحده قطعيها 4 ل4 حبات، وتحطي في الوسط شويه وتلفيها كده وبس خلاص. جيبي اي حاجه من النص غرزيها بالنص. ليه؟ عشان تحطي فيها فستق او اي مكسرات او تخليها ساده.
كيفك. بعد كده هتحطي زيت غزير على النار، وتبدأي ان انت تنزلي فيها الاقراص بتاعت الاقراص البسبوسة المحشية. شوفوا الجمال، لا تقولي بقى بسبوسة الفرن تاني ولا حاجة، دي احلى واجمل بسبوسة هتاكلوها، رهيبة. انا ليه حطيت لكم المقطع بتاعها بالاول؟ لان حرفيا ناعمة ناعمة يا جماعة، مرملة جدا، طعمها رهيب. انا عايزاكم ضروري تجربوها، جربوها لازم جربوها، وارجعوا لي قولوا لي رايكم فيها. يعني لو انت رايحه عندك زواره، عندك حاجه، اعملي الحلا ده، صراحه خطير. هو واصابع زينب والكمات الكنافه قطايف، الحلويات الرمضانيه الاصيله العتيقه دي. المهم انا دلوقتي خلاص خلصت الكميه، بس بوريكم كذا واحده عشان ايه تشوفوها. طيب هركن بقى البسبوسه اعملها على راحتي، وبنفس البوله هعمل بلح الشام اللي عملته معاكم، اللي هو اصابع زينب امس. كوبايه من السميد، وكوبايه من الطحين، معلقه صغننه بيكنج باودر ممسوحه كده نص، والنص معلقه من الخميره، او معلقه صغيره ممسوحه، ومعلقه من السكر. وطبعا بقى البهارات اللي هي شويه درسين، ومعلقه من المحلب، وشويه من اليانسون، يا مطحون يا اما الحب، وده المحلب. تمام. وطبعا ذره الملح ما ننساهاش. دي كده المقادير، ودي معلقه الخميره. ماشي، يلا خلاص كده خلصنا. وبعد كده هتبداي ان انت ايه، تخلطي المقادير الجافه بايدك، وتنزلي بربع كوبايه من الزبده او الزيت، وتبداي تفركيهم كده كويس، ترمليهم. وبنص كوبايه ميه جنبك، حطي قطرات ميه وتلميها، اتجمعت معاكي بسرعه، ما بتحتاجش ميه كتير، خلوا بالكم بتتجمع في ثواني، في ثواني هتتجمع معاكي عجينه. وبعد كده هتاخدي قطع قطع، وبمصفايه او بمقصوصه تبداي تفرديها عليها، وتلفيها اللفه اللي انا عملتها معاكم امبارح، هتشوفوها دلوقتي برضو، وعلى زيت برضو واقلي. شفتوا بقى وانتي واقفه كده، تك 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 تك، عملتي كذا حله. اخ يا رب يفك كربي ويفك كربكم ويفك كرب الجميع يا رب، ويفك يفك كرب الجميع يا رب، ويشفينا ويشفينا ويشفي مرضانا، ويرضينا ويرضينا ويرضى عنا يا رب. اللهم امين. قاعده بسجل لكم بره الشرطه ومطار واللي بيأمنوا الاماكن، ما شاء الله ما شاء الله، الجو اليوم رهيب. طيب يا حبايبي، حطيت عليها الشيره اخر حاجه. بصوا بقى اوريكم ازاي تفتفت فتفته ما شاء الله عليها. وبعد كده حطيت على كل واحده فستق، وقدمتها بالصحن ده، ما شاء الله عليها، مع القهوه العربي رهيبه. دي كده كانت حلويات النهارده الشرقيه. دي البسبوسه المحشيه، وديت بلح الشام، والجيمات. طبعا الجيمات وريتكم كده مره ازاي بعملها، زيت غزير، وبايدك كده فيها زيت، والايد التانية معلقه تكون فيها زيت برضو، جنب الكوبايه فيها زيت، تحطيها في الزيت، بعد كده تقطعي وتحطي بالطاسه او الطاوه، على طول بتتقطع معاكي في ثواني وتتحمر. طبعا هقطع بقى الرجي، مادام جايبين الرجي بارد، والبرتقال ده ما شاء الله عليه اللي هو بدمه ده، بتسموه ايه؟ احنا بنسميه بدمه، ده هعصره كده مع الليمون. وبس كده، ده كان فطارنا النهارده البسيط. المتبوس بتاع امبارح امس لحم كان باقي منه فحرام، وطبعا صاحب بفتيك المقلي وكبه وسمبوسه، والبطل بتاع الطاوله بتاعتنا النهارده شيش برك مع رز بالشعريه والعصاير، وعلينا وعليكم بالعافيه. ايه رايكم في فطارنا البسيط الجميل؟ ما شاء الله.
يا رب يرضينا ويرضينا ويرضى عنا، يا رب يسعدنا ويسعدكم يا رب، ويكتب لنا ويكتب لكم الخير والستر والرضا يا رب، اللهم امين. ما شاء الله، الله اكبر. مطر، مطر جميل. ما شاء الله، ما شاء الله. يا رب يرضينا ويرضينا ويرضى عنا ويسعدكم يا رب، ويكتب لنا ويكتب لكم الخير يا رب يا حبايب قلبي. شايفين المطر ازاي؟ فظيع. شوفوا تحت غسلوا حمام السباحة. شوفوا الأرض. يا رب يا رب تكون لنا دعوة مستجابة يا رب بحق المطر ده يا رب. يا رب يستر على ابني ويجعله كده من الصالحين، ويهديه ويرضيه ويرضيه ويرضى عنه، ويحقق له كل اللي بيتمناه. طيب يا حبايب قلبي، ما لقيتش ختمة اختم بيها الفيديو او خاتمة اختم بيها الفيديو زي الجمال ده. احلى حاجة النهاردة كل واحد يفتح عينه على المطر الجميل ده، وتقعدي تدعي براحتك قوي 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 قوي، وتقعدي تطبخي كده وتعملي عباداتك وتروحي تصلي التراويح في جو الامطار والاجواء دي. فالنهارده فعلا كان يوم جميل، برغم ان مودي مش تمام، مش احسن حاجه، بس الحمد لله الحمد لله. ربنا بيبعت لنا كده حاجات حلوه، اشارات حلوه بتخليكي شويه تحسي او بيديكي امل. الحمد لله، احمدك يا رب واشكر فضلك يا رب يا رب يا رب على كل اللي بيجي من عنده. كل اللي يجي من عند الله حيا الله. فيا رب كده يرضينا ويرضيكم ويرضى عنا ويرضى عنكم، انا وانتم كل من قال امين. بحبكم كتير، يا رب ارحم امي وابويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب، اللهم امين. ما تنسوش تيجوا معايا على اليوتيوب باسم رنا عبودي، تعليقكم هيسعدني جدا، ولايك بقى، وباي باي.